دلوقتي انا ماشي في شارع لوكال، يعني ده شارع ما فيهوش بقى الحركات اللي انت بتشوفها على النت. دي ناس عايشه حياتها طبيعي. هنا البيض الدستة تقريبا ب 3 دولار، 150 جنيه، 30 بيضة حاجة زي كده. فهنا الناس اللي عايشة بقى الحياة الطبيعية، ناس بتاكل، ناس بتشرب. دي الحياة في بالي الحقيقية من غير أي تجميل، وهي بصراحة حياة حلوة يعني. وأنا ماشي دلوقتي هوريكم المباني اللي موجودة والناس وأنا بصور. هلو الناس الجميلة هناك. طبعا ده في محل دهب هنا. فأنا اللي أنا بحاول دلوقتي أوريه لكم هو، خليني أوريكم الشارع عامل إزاي والناس عايشة إزاي. تاكسي، دي محلات الأكل المحلي. في حاجة بقى أنا عايز أوريها لكم، المعابد أو الحاجات اللي هي يعني طبيعة الاركتكتشر هنا في بالي. هو ده النمط بتاعهم، وجنبيه على طول في معبد. مش عارف هو واضح في الكاميرا ولا لأ، بس شايفين المبنى اللي فيه شعر ده؟ الشعر ده بيبقى شجر متقطع ومتجفف. مشكلته ان لو يعني كان واحد بيشرب سيجاره ورمى عليه، كل المبنى ده يبقى في التراب. هي المباني دي ومع ذلك بتعيش بمئات السنين. انا رحت قريه مره، رحت قريه هنا، مش فاكر الفيديوهات عندي ولا لا. كل البيوت معموله بالشكل ده. وفي مره منهم عشان كان بيجوا سياح كتير وبتاع، النار مسكت في القريه كلها، فبنوا القريه نصين، بنوها بالشكل القديم ده وبالشكل، والجزء التاني بنوه كونكريت. بس دي كانت قريه تاريخيه يعني، كان عمرها حوالي 2000 3000 سنه، كانت مبنيه بالشكل ده والناس عايشه فيها على فكره. والغريبه في الموضوع ده ان القبيله بتاعتها كانت مسلمه، لان احنا هنا في اكتر من 300 ديانه حاجه زي كده، كلهم خارجين من بوذيه بس ديانات مختلفه. ف دي الحاجه اللي شدت عيني. وطبعا دلوقتي خليني اوريكم المعبد وانهي الفيديو البسيط ده. والمحل ده انا عايز اخش استكشفه، اشوف الجنة فيه عامله ايه. بصوا ناخد فكره كده برضه عشان تاخدوا فكره عن الاسعار. يعني كيتشات هنا هو بتبدا من حوالي 12 دولار ل 13 دولار. ففي كوتشات ب 20 دولار. طبعا 20 دولار ده كتير، ده نفس يعني بومه بتبدا من 25 ل 30. فهل هي تستاهل الجوده دي؟ فيعني حتى خليني اوريكم، انا كنت لسه بتكلم على بومه العلامه بتاعت بومه اهي. تلاقي بيبيعوا تقريبا بنفس الثمن واسعار مختلفه. بس مش معنى كده ان انا هدخل هبص دلوقتي واشوف الاسعار واقول لكم عليها.